عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي معايا في مطبخ ديدي. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الكرنبيت المقرمش اللذيذ اللي ريحته مالية البيت وتجنن. قبل ما أبدأ الفيديو بتاعي حبايبي حابة أفكركم بلايك وشير لأصحابكم، كمان اللي لسه مشتركش في القناة ينزل ويشترك وفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. الكرنبيطة البيضة الحلوة دي تشتري الكرنبيطة اللي تكون بيضة وطازة والوردات بتاعتها قريبة كده لبعضها، متكونش مفتحة بالشكل اللي انتي شايفاه ده. وممكن تكون فيها بعض حتت كده غامقة شوية، شيليها بالسكينة كده على خفيف. بس هبتدي بقى ايه اطلع الوردات بتاعتها. طلعي الوردة كبيرة كده وما تتسلق اقطعيها عشان ما تتهرش منك في السلق. كده خلاص انا طلعت الوردات كلها. في جزء السميك ده بقى في العود بتاع الوردة انا بشيله على خفيف كده بالسكينة، ما بحبش اسيبه عشان يبقى العود طري كده وحلو. على خفيف كده خالص، ما تاخديش من اللحم. هعمله كله كده بالشكل ده. هاخدها بقى تحت الحنفية واغسلها عشان لو فيها اي اتربة تنزل. واغسلها من ناحية العود كده، لو جواها اي تراب ينزل. في الوقت ده انا حاطة المية على النار عشان تغلي. خلاص كده المية غليت، هنزل فيها معلقة صغيرة كمون ومعلقة كبيرة ملح. الكمون بيمنع الغازات ومبيخليش للكرنبيت اي ريحة. وانزل بقى الوردات بتاعتي. اول ما هتنزلي الوردات المية هتبطل غليان لان الكرنبيت بردها. استني من بداية الغليان 5 دقايق بالظبط وتطلعيه عشان ما يتهراش ويبقى طري قوي. خلاص كده انا سلقت الكرنبيطة كلها 5 دقايق بالظبط بعد ما بدأت المية تغلي تاني وطلعته.
هبدأ اعمل بقى الخلطة الحلوة بتاعتي. معايا كوباية من الدقيق، عليها معلقتين كبار من النشا. هنزل بقى بالبهارات بتاعتي، معلقة صغيرة كزبرة، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة كركم، معلقة صغيرة ملح، شطة على حسب ما انت عايزة بقى، نص معلقة سنة شطة، معلقة كبيرة توم باودر. ممكن تحطي توم فريش تفرميه وتحطيه. هقلب كل ده على بعضه. وهنزل بكوباية مية، ممكن برضو بدل المية حابة تحطي حليب حطي. وتخلي قوامها لا سميك قوي ولا خفيف قوي، بس هي تبقى ايه سميكة شوية يعني. انا حطيت كوباية المية كلها. لو لقيتيها معاكي طلعت تقيلة قوي ممكن تزودي معلقة دقيق، مفيش مشكلة. وبرضه تشوفيها عشان تظبطي الملح بتاعها. شوفي القوام. هنزل عليها بيضة واحدة. وهقلب كويس. خلاص كده الخلطة دي جاهزة. هاجي بقى اعمل الخلطة التانية اللي هي الجافة. كوباية دقيق برضو، وهنزل بنفس البهارات اللي نزلت بيها، ومعلقتين نشا. دول معلقتين النشا، وادي البهارات. اخلطهم ببعض. هاجي بقى قبل ما ابتدي اقلي هنزل شوية خضرة على الخلطة الأولانية اللي هي السائلة. ممكن تحطي شبت وكزبرة، ممكن تحطي بقدونس، اللي انت حباه. انا حاطة بقدونس. هاجي بقى اقلي، احط طاسة وانزل فيها زيت واستنى لما الزيت يسخن، واحط الوردة في السائلة الاول، الخلطة السائلة، وبعد كده في الدقيق. يطلع معاكي مقرمش وجميل، وريحة الخلطة من دلوقتي حلوة قوي. هنزل في الخلطة السائلة الأول، وبعد كده في الخلطة الجافة. كده أنا عملت الكرنبيط بتاعي كله، قليته. شوفي واخد لون جميل ازاي. طبعا تديله لون جميل من كل الجهات. بصي صوت المعلقة فيه قد ايه مقرمش. وتطلعيه على ورق مطبخ عشان لو في اي زيت زيادة ورقة المطبخ بتشربه. ادي الكرنبيط بتاعي اهو اللذيذ. او مش عايزه اقول لكم بقى ريحته ماليه البيت، ريحته جميله جدا جدا ويفتح النفس جدا. ترشي عليه رشه خضره كده برضو عشان يفتح نفس اللي بياكل. هتاكلي منه ما تشبعيش. تحطي بقى جنبيه طبق المخلل، تعملي اي حاجه جنبه. ممكن جبنه بالطماطم، ممكن بطاطس بالعيش البلدي، وتاكلي اكله حلوه قوي قوي. جربوا حبايبي الكرنبيط بالطريقه دي، هتاكلوه مقرمش ولذيذ قوي. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش باللايك
والاشتراك في القناة لو لسه مشتركتوش، وفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد.